لو دخلنا على جوجل علشان نعرف معنى كلمة الصدفة بالتحديد هنعرف إنها الحاجة اللي بتحصل فجأة وما بيكونش متخطط ليها، وغالبا بتبقى صدفة حلوة هي حاجة وحشة. بس تتخيل إن بسبب صدفة هتتصور وتنزل على التيك توك هتخلينا نتعرف على جريمة أقل ما يقال عنها إنها جريمة صعبة ووحشية بشكل كبير، ولما تعرف تفاصيلها بجد مش هتصدق هو إزاي كل ده حصل. فيا ترى إيه هي الصدفة دي وإيه الجريمة ومين اللي عملها وإزاي نزلت على التيك توك واكتشفناها؟ فلو حابب تعرف كل ده خليك معايا لآخر المقطع. السلام عليكم، ويلكم باك تو ماي شانل. معكم دراكسلر، جات لكم فيديو جديد وما زلنا مستمرين بالتنزيل المستمر علشان تفاعلكم اللي زي العسل زي ما وعدتكم. وعلى فكره انا حاسس ان انتوا نسيتوا المسابقه اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، واللي هي ان انت تقدر تاخد اي جزء من اي مقطع انا بنزله عندي في الشانل وتنشره على اكونت ليك على التيك توك، ولو المقطع ده جاب اكتر من نص مليون مشاهده مبروك عليك، كسبت معانا 1000 جنيه. مش شرط على فكره المشاهدات تيجي من اول مره، ممكن تنزل اكتر من مقطع لغايه ما هتوصل للرقم ده، ولو جبت مليون مشاهده انت حرفيا هتاخد ضعف الجائزه. وطبعا زي ما انتم ملاحظين اللون اللي ورايا فهو اللون الاحمر، معنى كده ان قصه مقطع النهارده حرفيا هتكون مجنونه وغريبه بشكل كبير. فمن غير ما نرجع نتكلم كتير، بالمقدمه كوبايه القهوه والنسكافيه بتاعتك او اي سناكس انت بتحبها مكان هادي وسماعتك، وتعالى ركز معايا بقصه مقطع النهارده. مش هتصدق البنات دول ليه وايه على البحر. القصة كلها هتبدأ ب 19 يونيو سنة 2020 بأمريكا، وبالتحديد في ولاية سياتل، مع مجموعة بنات كانوا خارجين مع بعض علشان يوثقوا اليوم الجميل اللي كان حاصل معاهم ده وينزلوه على التيك توك. وكانوا بيستعملوا تطبيق جديد اسمه رونيتيكا، بيقدر يخليهم ان هم يروحوا يكتشفوا اماكن غريبه ممكن هم ما راحولهاش قبل كده، وبتكون عشوائيه بشكل كبير، والابلكيشن مش بيكون مخطط ليها لكن هو بيعرض عليهم ان هم يروحوها. فبيصوروا اللي كان بيحصل معاهم وهم بيستعملوا الابلكيشن ده لغايه ما وصلوا للمكان اللي انتوا شايفينه، واللي بالصدفه هيلاقوا هناك شنطه مرميه على البحر، واللي ظهرت بسبب ان اليوم ده ميه البحر قلت فيه. في البدايه كانوا واخدين الموضوع بضحك، وان الشنطه دي ممكن يلاقوا فيها كنز وكده على اساس ان هم بيهزروا مع بعض، لكن الفضول ابتدى ان هو يزيد عندهم اكتر لدرجه ان نزلوا علشان يشوفوا ايه اللي موجود في الشنطه دي، وان حاولوا يقربوا منها علشان يفتحوها، وبالفعل عملوا كده، لكنهم لاحظوا ان ريحتها كانت مقرفه بشكل كبير جدا. والاغرب كمان انهم بيلاحظوا جواها حاجه كبيره جدا شكلها شكل المكعب، وكمان لونها اسود وملفوفه كلها ببلاستر. على طول يا جماعه بيتصلوا على الشرطه لانهم كانوا خايفين من اللي جوه الشنطه دي، وبينزلوا المقاطع اللي هم صوروها على اكونت التيك توك اللي خاص بيهم، واللي هو الاكونت ده لكن الفيديو اتمسح من عليه. وتقريبا الولد اللي انتوا شايفينه قدر ان هو يشتري الحساب علشان البنات وكل الحاجات الخاصه بيهم مش موجوده على الاكونت. الشرطه يا جماعه بمجرد ما وصلت هناك قرروا ان هم يفتحوا الشنطه، وان حرفيا انصدموا من اللي كان موجود فيها، واللي هو بقايا واجزاء من اجسام 2 ولد وبنت موجودين جوه لكنهم مش كاملين. فالشرطه قررت انها تفحص كل الاماكن القريبه من الشنطه دي، لربما يكون اللي عمل الجريمه حط شنط تانية في اماكن قريبه من نفس المكان. وبالفعل لقوا اكتر من شنطه موجودين في اماكن قريبه من مكان الشنطه الاولى، واللي فيهم برضه باقي الاجزاء بتاعه الولد والبنت اللي كانوا موجودين في الشنطه. فالخبر ده انتشر على طول في كل مكان، وبالتحديد ولايه سياتل، واللي حرفيا خلى كل الناس اللي كانت موجوده هناك مرعوبه. لكن على طول الشرطه اول حاجه عملتها كانوا عاوزين يعرفوا مين الجثتين اللي كانوا موجودين في الشنط دول، فقرروا ان هم ياخدوا كل البلاغات اللي كانت موجوده الفتره الاخيره من اختفاء ولد وبنت مره واحده ويعرفوا بعض. وبالفعل قدروا ان هم يعرفوا مين الولد والبنت اللي كانوا موجودين في الشنط دول، واللي هم اوستن وينر صاحب ال 27 سنه وحبيبته جيسيكا لويز صاحبه ال 35 سنه. جيسيكا دي يا جماعه في البدايه كانت واحده متجوزه وعندها 4 اطفال، لكنها لسبب ما اتطلقت من جوزها، وبعد ما اتطلقت كانت معاها الاطفال وكانت دايما بترعاهم لغايه ما قدرت انها تتعرف على مين؟ على اوستن، واللي حرفيا كان بيساعدها في كل حاجه وبيحبها ومهتم بيها بشكل كبير، وكانت بتقول عنه ان هو طيب جدا. فده ادى الى ان هما الاثنين يحبوا بعض وبعدين يتجوزوا. وجيسيكا دي مسكت ال4 اطفال وخلت الحضانه بتاعتهم تروح لابوهم، وعاشت هي واوستن في بيت واحد مع بعض. لكن حالتهم الماديه ما كانتش احسن حاجه برغم ان هما بيحبوا بعض. ليه؟ جيسيكا كانت بتشتغل ممرضه، انما اوستن ده فما كانش عنده شغل، لانه حرفيا على حسب ما عرفت ان هو كان بيدور على شغل لكنه ما كانش لاقي، فكانت المصاريف كلها في مسؤوليه جيسيكا، علشان كده ما كانش معاهم فلوس كتير علشان يشتروا شقه او بيت كامل يعيشوا فيه مع بعض. فقرروا ان هم يتاجروا غرفه واحده بس مقابل $500 في الشهر في بيت واحد اسمه مايكل لي دولي. فالشرطه في البدايه ما كانتش حاطه مايكل ده بالحسبان، لانهم كانوا شايفين ان هو شخص متاجرين منه اوضه وبس مش اكتر. لكن بعد ما راجعوا الموبايلات والسجل المكالمات بتاع اوستن وجيسيكا لاحظوا ان اخر شخص اتصلوا عليه وهو كان مايكل ده صاحب البيت.
ده غير اصلا قبل وفاه جيسيكا ووستن في اتصال جه للشرطه من شخص جارهم كان بيقول ان في صوت عالي جدا واطلاق نار جوه بيت مايكل ده، وغير الصراخ اللي كان عالي برضه. فالشرطه على طول بمجرد ما جالهم الاتصال ده قرروا ان هم يروحوا البيت مايكل دولي علشان يعرفوا ايه سبب اطلاق النار والصوت العالي والصراخ اللي كان جاي من جوه. لكن بمجرد ما راحوا هناك لقوا ان البيت كان ضلمه وخبطوا عليه، ما كانش فيه اي صوت ولا حد جوه. فعارفين عملوا ايه؟ خدوا بعضهم ومشوا من غير ما يقتحموا البيت، من غير ما يعملوا اي حاجه. وبعد ما الشرطه مشيت بساعه واحده بس في شخص تاني جه لمايكل دولي ده البيت بتاعه علشان كان عاوز يأجر منه اوضه برضه جوه البيت. واللي هيقابله مين؟ مايكل كان لسه خارج من البيت. معنى كده ان الشرطه لما جت هو كان موجود لكن ما خرج لهمش. لكن المهم لما قابل الشخص اللي كان عايز يتأجر منه البيت ده كان بيكلمه بطريقه غريبه كده وكان واضح عليه ان هو متوتر. بس بمجرد ما الشخص ده بص جوه البيت لاحظ ان كان في كومه هدوم كبيره جدا وفي شخص واقع على الارض ومتغطي بيها، وكانت واضح من ايده ان هو فيه دم كتير. فلما المستاجر سأل مايكل دولي ايه الدم ده ومين الشخص اللي نام في الارض، قال له انا ما عملتش حاجه، ده المسدس بتاعي هو اللي عمل كده، وقال له احسن لك ان انت تمشي من هنا. فعلى طول الشخص ده خاف جدا ومشي على طول. بس المشكله ان هو اصلا ما بلغش الشرطه بعد ما شاف كل الحاجات اللي كانت موجوده جوه البيت. فانتوا متخيلين يا جماعه ان اللحظه اللي جت فيها الشرطه بتخبط على الباب كان مايكل ده جوه وبيقطع فيهم لكن من غير ما يعمل اي صوت. وبعدها حطهم في اكتر من شنطه وراح رماهم على البحر بتاع سيتال. واول ما رجع البيت نظف كل حاجه وكمان دهن الغرفه من تاني. لكن بعد كام يوم من الجريمه وترتيب الاحداث اللي حصل ده والشخص اللي راح شاف الجثه اثناء ما كان عاوز يتأجر الشقه من مايكل اتصل برضه هو كمان على الشرطه قال لهم على اللي حصل في اليوم ده. ولما سالوه انت ما بلغتش ليه على طول، قال لهم كنت خايف جدا منه بصراحه. فراحت الشرطه على طول لبيت مايكل ده واقتحمته وقبضت عليه. واللي لقوا حرفيا اثار كتيره جدا في البيت تدل ان هو اللي حصلت فيه الجريمه بتاعه جيسيكا ووستن، زي اثار دم وكمان ريحه البوهيه اللي كانت موجوده في البيت اللي هو لسه دهنه، او بمعنى اوضح الاوضه اللي حصلت فيها الجريمه اصلا. طيب لحظه يا دراكسلر، انت دلوقتي عرفتنا ان مايكل هو اللي عمل الجريمه لكن ما قلتلناش هو ايه السبب اللي خلاه اصلا يعمل كده. الموضوع بكل بساطه على حسب تحقيقات الشرطه فجيسيكا ووستن كانت حالتهم الماديه صعبه، لان جيسيكا بس هي اللي كانت بتشتغل ووستن ما كانش معاها فلوس، فكانوا دايما بيتاخروا في دفع الايجار. ففي اليوم ده اللي حصلت فيه الجريمه مايكل ده اتخانق معاهم وطلع المسدس بتاعه وقتلهم على طول. لكن حرفيا يا جماعه لو مايكل ده بالذات نفسه جاني هنا البيت واعترف لي بكل ده حرفيا انا مش هصدق. ليه؟ ايه السبب اللي يخلي شخص يقتل ناس اتاخرت في دفع الايجار اصلا؟ بكل بساطه يقدر يبلغ عنهم الشرطه والشرطه هتجيب له حقه وتجيب له الايجار اللي هو عاوزه او حتى تطلعهم من البيت، ما بتوصلش لمرحله ان هو يقتلهم. طيب يا دراكسلر ايه الحقيقه طالما انت شايف كده؟ طبعا شايفين مايكل ده الراجل الكبير بالسن الكيوت اللي مستحيل اصلا متخيل ان هو يعمل حاجه وحشه زي دي. مايكل ده من صغره هو بتاع مشاكل واتقبض عليه اكتر من مره، وخصوصا لما كان بيسرق عربيات، وبعدها اتقبض عليه تاني في اكتر من مره كان بيحاول ان هو يعتدي فيها على بنات من الشارع. واقرب واحده للمثال ده وهي حبيبته اصلا اللي حاول ان هو يعتدي عليها وطلع المسدس بتاعه وكان بيهددها وبلغت عنه الشرطه، والشرطه برضه قبضت عليه في الوقت ده. وحتى بنته ذات نفسها الصغيره لما اتقبضت عليه اعترفت للمحكمه ان هو كان بيعتدي عليها وهي صغيره وكان بيهددها لو قالت لاي حد ممكن يقتلها. ده حتى سيبكم من كل ده، جيسيكا دي يا جماعه اثناء ما كانت في البيت كانت دايما بتكلم عمتها وبتحكي لها عن كل حاجه بيعملها مايكل معاهم لما يزنق معاهم كلام وكده ويقول لهم عاوز الايجار. فكانت بتحكي لها ان هو شخص غريب جدا. ده قالت لها ان هو في مره كان مربي شويه فراخ عنده في البيت، فالكلب بتاعه مسك فرخه من الفرخات دول واكلها. مايكل ده عارفين عمل ايه؟ جاب شاكوش وقتل الكلب ده، غير ان هو اصلا اكتر من مره حاول ان هو يلمسها ويعتدي عليها لكنها كانت بترفض. ففكرته الوحيده عن السبب الحقيقي للجريمه ده اصلا وهو ان هو في يوم الجريمه اكيد طلب من جيسيكا ان هو يعمل معاها حاجه قذره زي كده. فراحت على طول هي قالت لاوستن، واللي اوستن في اليوم ده حاول ان هو اكيد يواجهه، فاتخانقوا مع بعض فطلع المسدس وراح قتله هو وجيسيكا علشان ما تعترفش للشرطه عن السبب الحقيقي اللي خلاه يقتل اوستن. ولو انتم شايفين حاجه تانية ممكن تكون سبب في كل ده اتمنى تكتبوا لي في الكومنتات. وكمان ايه الصدفه الغريبه اللي خلت الابلكيشن اللي اسمه راندونوتيكا ده يوديهم للمكان ده بالتحديد واللي كان فيه اصلا جثه.